حط شخص في بالك وتعالى نشوف مع بعض مشاعره تجاهك في الطاقة الحالية، وكمان نعرف خطواته القادمة ليك ايه. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى اللون الأبيض، المجموعة التانية اللون الأسود. اختاروا بالأحجار أو بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. تمام، نبدأ بالمجموعة الأولى اللي اختارت اللون الأبيض. أول حاجة هنشوفها مع بعض هي طاقتك انت. انت شكلك بادي بداية جديدة وقوية وسريعة. الله، طاقتك حلوة جدا. انت في حاجة انتصرت عليها، في قلق، في خوف، في مشاعر سامة انت انتصرت عليها على فكرة. وانت حاليا في طاقة قوة. انت دلوقتي قوي، انت دلوقتي بادي بداية جديدة، وزي ما قلت لك كده سريعة فيها. ممكن تكون مسافر على فكرة، ممكن جدا لبعضكم يكون مسافر او هيسافر مثلا. كمان ممكن يكون داخل مثلا كورس جديد، او داخل وظيفة جديدة، بس الوظيفة دي كبيرة، يعني مش وظيفة مثلا أي كلام، لأ ده أنت داخل مثلا مركز، هتبقى في مركز مثلا. ممكن تكون مثلا بتحضر دكتوراه ولا حاجة مثلا، فخلاص يعني على وشك ان انت تنجز المهمة دي او الهدف ده. في حاجة كبيرة سواء في التعليم او في ممكن تكون هتتجوز برضو على فكرة، ممكن تكون هتتجوز قريب. في حدث كبير هيحصل لك او بيحصل لك الفترة دي، وانت جاهز ليه وانت فاتح قلبك ليه. ولبعضكم كمان هيكون الموضوع ليه علاقة بالجسد. ممكن تكون مثلا بتلبس حلو، بتتعلم ازاي تلبس حلو مثلا، بتلعب رياضة، بتاكل اكل صحي، بتحاول تبدأ مثلا بداية جديدة في حياتك بقى بشكل عام، على مستوى الجسد، على مستوى اللبس، على مستوى الشغل، الدراسة، ايا كان. انت بادي بداية جديدة حلوة قوي وقوية جدا، وطاقتك ما شاء الله حلوة جدا جدا. يعني لو الطاقة انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك شوف المجموعة التانية. هناخد اول حاجة مشاعر هذا الشخص اتجاهك في الطاقة الحالية. تمام، طيب هناخد برضو نواياه اتجاهك ايه، او خطواته القادمة اتجاهك هتبقى ايه. هو واضح ان انتوا بينكم زعل على فكرة، او مثلا لو انتوا استنوا كده عشان طلع كذا كارت. تمام، سبحان الله، القراية شارحة نفسها، القراية سهلة قوي. بصوا بقى، اولا كده الشخص مشاعره اتجاهك، الشخص ده بيحبك قوي، بيقدرك قوي، انت بالنسبه له حاجه كبيره، انت بالنسبه له كنز، انت بالنسبه له كمان سر. على فكره الشخص ده انت سر جواه، يعني هو ممكن يكون انت مش متخيل ان هو لسه بيحبك او ان هو بيحبك. ممكن يكون اللي حواليكم مثلا كلهم مش مصدقين ان الشخص ده ممكن يكون لسه بيحبك او بيحبك لو هو كراش. لكن الحقيقه بقى ان الشخص ده بيحبك ومحتفظ بيك جدا 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 جواه، ومخبيك كده في قلبه، فاهم؟ وانت بالنسبة له حاجة قيمة جدا، حاجة لا يمكن ان هو ينساها. هو عايزك جدا، هو بيشتاق لك جدا جدا جدا، ولكن الشخص ده للأسف انا مش عارفة ليه هو واخد قرار بالبعد. ممكن كمان يكون عامل لك بلوك لبعضكم، ولو هو مش عامل لك بلوك فهو مبتعد تماما، يعني هو في الطاقة الحالية بعيد بعيد ومش بيتكلم، قاطع خالص. ممكن يعني لبعضكم هتبقوا قاطعين مع بعض، سواء هو كراش او مش كراش. لو هو كراش ممكن تكونوا قاطعين بمعنى ايه، ان هو ما بيتكلمش نهائي ولا بيعبر ولا بيلمح ولا اي حاجة خالص، لدرجة ان انت فاكر ان هو اكيد مش بيحبك. ولو هو مش كراش، ولو هو مثلا كنتوا في علاقة وانفصلتوا عن بعض، فهو قاطع كلام خالص. في الحالة دي هيبقى قاطع كلام خالص ومنعزل كمان. فممكن على فكرة كمان لبعضكم تكونوا مش عارفين اخباره حتى، يعني هو اخباره ايه وعامل ايه وبيعمل ايه. الشخص ده بيفكر فيك جدا جدا جدا. بيقولك انا حاسس ان انت، يعني ايه خطواته القادمة بقى، هو بيقولك انا حاسس ان انت قدامي، وان انت يعني انا حاسس بتواصل بينا. الشخص ده على فكرة انت بينك وبينه في طاقة عالية. خلوني اقرب لكم الكروت معلش.
الشخص ده انت في بينك وبينه طاقة عالية جدا، في تخاطر، في انت ممكن تكون حاسس بيه جدا، ممكن تكون بتحس ان هو قاعد قصادك وبتقعد تتكلم معاه، بتبص على صوره. ليه بقولك كده؟ لان هو بيعمل كده، هو ذات نفسه بيعمل كده. بيقولك انا حاسس بتواصل عالي بينا، وحاسس ان انا كأني شايفك قدامي، كأنك انت قاعد قدامي. كمان بيقولك انا مشتاق لك جدا جدا جدا، يا ريت اقدر ان انا اعترف لك بده. هو حاسس ان هو يأسان، مش عارفة هو يأسان ليه ان هو يرجع تاني يكلمك. ممكن يكون خايف من رد فعلك، وممكن يكون هو حاسس انه لو رجع يكلمك مش هتستفادوا حاجة. هو لسه مثلا مش جاهز ان هو ياخد العلاقة بشكل جد او ياخدها الليفل اعلى. لان هو هنا بيقولك انا مش هقدر اكون جنبك دلوقتي، انا محتاج شوية مساحة او شوية مسافة ابعد فيها شوية، انا محتاج ابعد الفترة دي. فللأسف خطواته القادمة رغم حبه الشديد ورغم اشتياقه الكبير قوي ليك، فهو هيبقى لسه بعيد شوية، مش هيقدر ان هو يقرب لك الفترة دي. هيفضل يعني كاتم حبك او حبه ليك في قلبه، ومش هيعترف لسه الفترة دي، ولا هيرجع لو هو شخص منفصلين عنه. فبس هو بيحبك قوي، وهو على فكرة مشتاق لك قوي يعني. فبس يعني ما تيأسوش ان شاء الله. في الطاقة الجاية الامور تتحسن، وتكون الشخص ده يكون طاقته اتغيرت. حاول انت كمان تغير طاقتك علشان تسرع اكتر او تشجعه اكتر، لانه لما بنغير احنا طاقتنا الطرف التاني بيحس. ولو هو مثلا ضامننا شوية وبعيد شوية وحاسس بتواصل بينا، لو حاسس ان التواصل ده بدأ يتقطع، يعني تلقائيا كده، حتى لو هو ما بيفهمش في الطاقة ولا اي حاجة، هتلاقيه من نفسه راجع وعايز يلحقك بسرعة. فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 1. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2 اللي اختارت الحجر الاسود او اخترته بالحروف. اول حاجة هناخدها هي الطاقة بتاعتك انت. ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. حيران ليه؟ في حاجة محيراك، في حاجة مخليك متردد شوية. ممكن يكون الحاجة دي ليها علاقة بشيء مصير مثلا، حاجة انت محتاج تاخد فيها قرار سريع، وقرار مهم، وقرار عقلاني، ومحتاج فيه ان انت تكون واضح قصاد نفسك وعارف بالظبط انت عايز ايه. ومحتاج ان انت تفكر بالمنطق، مش تفكر بعاطفتك. انت حاسس، يعني دي طاقة بتاعتك، انت حاسس ان انت الموقف اللي انت فيه ده محتاج ان انت تفكر فيه بعقل، ومحتاج ان انت تاخد فيه موقف حازم وحاد وسريع. ويعني ايه، تقطع الشك باليقين كده في حاجة انت متردد فيها قوي. وممكن كمان يكون عندك اكتر من اختيار، ممكن يكون معروض عليك اكتر من شخص مثلا للجواز، ممكن يكون معروض عليك اكتر من وظيفة كويسة. في حاجة انت محتار فيها قوي، والحاجة دي زي ما بقولك هي بتمثل ليك المصير، هي اللي هتبقى مسؤولة مثلا عن يعني حاجة ليها علاقة بالمستقبل، حاجة ليها علاقة جوازة مثلا، شغلانة العمر مثلا، سفرية، انك تنتقل من مكان لمكان، تسيب وظيفة وتروح لوظيفة تانية. فده بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل قراية، ما انطبقتش عليك شوف المجموعة الأولى. وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. طيب هناخد بقى أول حاجة مشاعر هذا الشخص. ايه ده؟ نفس الكارت نفس الكارت بتاع المجموعة الأولى. طيب مشاعره ليك. هو متردد زيك ليه؟ انتوا ممكن تكونوا متجوزين، معقولة مثلا؟ ممكن تكون بتسأل عن زوج ليك. طيب خطواته القادمة، خطواته القادمة اتجاهك. يا سلام. الشخص ده انتوا ممكن تكونوا انفصلتوا مثلا. طب هنشوف دلوقتي. سامحوني عشان صوتي ضايع، عندي برد فايه، نستحمل بعض يعني. يعني سبحان الله، اولا كده ارجعوا اسمعوا القرايه الاولى، لان هي اكيد 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 ليها فيها حاجه ليكم برضو يعني. بص هو سبحان الله يعني، بس ليه بقى القرايه اللي هي مجموعه رقم 2 انا حاسه ان هي بتكمل قرايه رقم 1، بس ايه، بتوضحها اكتر. الواضح كده يا حلوين ان انتوا ما شاء الله العلاقه دي علاقه يعني ضرب نار، علاقه من النوع العيار التقيل زي ما بيقولوا.
انتوا ممكن جدا تكونوا توائم، توأم شعلة او توأم روح، ولكن عارفين العلاقات اللي هي لما ببقى فيها مع حد انا بعرف نفسي، انا بلاقي نفسي، انا بكتشف نفسي. علاقات بيسموها ساعات علاقة المراية مثلا، بشوف نقاط قوتي ونقاط ضعفي فيك، فانا ببدأ ان انا يعني ايه اكتشف نفسي من خلالك انت او من خلال علاقتي معاك. انتوا من العلاقات بقى اللي نوعيتها كده، اللي هي بتعلم دروس وبتكشف حقايق وبتخليني اعرف نفسي وافهم نفسي. فهو بيقولك ايه بقى، الشخص ده اولا مشاعره تجاهك بيحبك جدا جدا، وانت على فكرة الموضوع مش اكتر يعني، انت اكيد عارف ان هو بيحبك، يعني انت اكيد داخل وعارف ان الشخص ده بيحبك، لان انتوا اللي بينكم اصلا كبير قوي. مش هتحتاجي ان انا اقولك ان كان بيحبك ولا لا، هو بيحبك. ولكن آم، ممكن انتوا انفصلتوا على فكرة، وممكن تكون انت بتحاول تقرب منه، ممكن تكون بتحاول تبعت له طاقة مثلا انه يلا نرجع لبعض، ممكن تكون بتروح بالفعل تكلمه بنفسك وتبعت له رسائل وتسأل عليه وتلمح له او تقولها له حتى بشكل صريح انا مش قادر ابعد عنك، يلا نرجع مع بعض. الشخص ده بيرفضك او بيرفض او رافض فكرة ان انتوا ترجعوا لبعض تاني، رغم ان في فرصة، انا شايفة ان في فرصة حقيقية تخليكم ترجعوا لبعض، حتى لو انت على فكرة مش بتلمح له خالص ولا اي حاجة، بس في فرصة. الواقع بيقول ان لسه في فرصة، لا هو اتجوز مثلا ولا انت اتجوزت، لا هو مثلا يعني خلاص فقدتوا الامل من بعض تمام، لا لسه في امل ولسه في فرصة، بس هو رافض الفرصة دي ومديها ظهره، وقاعد بس يبص على حبه ليك وعلى الذكريات اللي كانت بينكم. طب ليه بيعمل كده؟ الشخص ده بيقولك خطواته القادمة ايه بقى، بيقولك انا مش هقدر اجي دلوقتي من الاخر لسبب، يعني لان انا مليان مشاعر سامة دلوقتي، انا دلوقتي مش شخص صحي ليك، انا دلوقتي مش شخص مناسب ليك، مش هعرف اديك اصلا اللي انت محتاجه، مش هعرف. لو انت عايزنا نتجوز مش جاهز ان احنا نتجوز، لو انت عايزني اكون معاك مستقر في علاقة جد انا مش جاهز لحاجة زي كده، انا لسه بخاف من الحب، انا لسه حاسس ان انا قليل قدامك، انا لسه حاسس ان انا مش جاهز ان يكون شخص مثلا معاه علاقة حقيقية. الشخص ده كان بيقول لك رسالة بقى مهمة جدا، بيقول لك أنا دلوقتي بكتشف نفسي، أنا أصلا كان المفروض إن أنا أسيبك، كان واجب إن أنا أسيبك علشان ألاقي نفسي. ده مش معناها إن أنت حاجب أو منعه إن هو يلاقي نفسه، لا بالعكس، بس هو بيحتاج بقى يبعد من كتر ما هو بيبقى معاك، بيبقى منخرط فيك انت، بيبقى شايفك انت مش شايف غيرك، فبيبدأ يحس ان هو ملوش قيمة، بيبدأ يحس ان هو ما بيعرفش يعمل حاجة، بيبدأ يحس ان هو اعتماده عاطفي عليك وبيفكر بدماغك انت، يعني بيحس ان هو فيك كده مش موجود، رغم ان انت سبحان الله ممكن تكون اصلا بتكشف له كل حاجة عن نفسه، وهو على فكرة عارف ده، هو عارف ان انت مرايته، فهو بيحتاج يبعد علشان يقدر بقى ايه يشوف كل الصفات اللي كان شايفها فيك دي، يشوفها في نفسه، ويبدأ ان هو يراجع نفسه، ويبدأ ان هو يصلح نقاط الضعف اللي شافها او اللي انت كشفتها له، ويبدأ يقوي عنده نقاط القوة اللي انت برضه كشفتها له وعلاقته معاك كشفتها له. فهو بيحتاج اللي هو يبعد بقى، يبعد ويبدأ يسيستم نفسه ويلاقي نفسه، وبعدين يرجع لك تاني. بيقولك كمان انت اكبر الهام في حياتي، انت شخص خلتني اكون افضل، انت دايما بتساعدني اكون افضل، انت ملهم ليا، انت شخص بتخليني احسن نسخة من نفسي، انا بتطور وانا معاك، انا بس محتاج ابعد شوية عشان انا دلوقتي مش كفاية ليك، وعشان انا دلوقتي مش هقدر اديلك اللي انت محتاجه. ولكن هو بيحبك، هو بيقدرك، هو بيكن ليك احترام كبير، وشايفك ان انت حاجة كبيرة جدا بالنسبة له، انت معلم بالنسبة له، مش مجرد بس حبيب. وطبعا لو على الحب فهو بيحبك اكيد، ولكن زي ما قلت لك كده يعني ممكن تديله فرصة، وممكن انت بقى لو انت مش عايز تستنى الشخص ده تاخد بعضك وتشوف حياتك احسن. ويعني هي في كل الأحوال نوعية العلاقات دي بتعتمد على تطورنا احنا، فلو انت تطورت وسبتك منه خالص وركزت في تطويرك، على فكرة انت كده بتساعده ان هو يجتهد ويتطور هو كمان، لان نوعية العلاقة دي بيكون بينكم تواصل روحاني عالي جدا، فسبحان الله بتتأثروا ببعض. لو انت يعني نزلت في طاقتك او نزلت في مستواك مثلا او في شخصيتك، هو كمان بيحصل له كده. ولو انت تطورت في شخصيتك وتطورت في حياتك ورفعت من طاقتك، هو لا إراديا تلقائيا أصلا هو كمان بيترفع.
فانت حسن من حياتك علشان تساعد التوأم بتاعك او عشان تساعد الشخص ده، وما تخليش ده هدفك. اهم حاجة خلي هدفك نفسك وبس، وربنا ان شاء الله هيكرمك وييسر لك كل امورك. واشكركم جدا يا مجموعة رقم 2، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة.